يقول أحمد ملطف كتبت الشيله وزامل ولا يسأل يوم جاني اكتب قافي وموال وارسل بها في رسالة ما تشبه رسايل كتبتها من مشاعر لعز صاحب رجال صاحب وافي في صفاته رجال فيه جمال والله ما شفت مثله بين الرجاجيل الأبطال. شيلة كتب كلماتها الأخ الشاعر أحمد ملاطف النواب يهديها إلى صديق الغالي، يهديها لصديق الغالي أبو عماد عبد الله علي المرشد المرهبي من أبناء محافظة المحويت، افتخار واعتزاز بالصحب. أداء الشاعر أبو شهاب الخبجي. تحيات تسجيلات الكرماني. يقول أحمد ملاطف كتبت شيله وزامل والهاجي سيل يوم جاني اكتب قافي والموال وارسل بها في رسالة ما تشبه رسايل كتبتها من مشاعر بعز صاحب ورجال صاحب وافي في صفاته رجال وافي وجامل والله ما شفت مثله بين الرجاجيل الأبطال. أبو عماد عز الأصحاب من قومه واغل القبائل أهل القيام والمروة يتبع لدول أفعال. عبد الله المرهبي عبد الله المرهبي قدر كمال حين طايل اعتز به وافتخر به رجال ما حال أو مال رجال وانا عرفت صادق ولا هو مجامل والطيب الشرع ومنعه والعرف كايل ومقتال يوقف معه كل صاحب لو جال يار الحمايل ولا يفرط بصاحب لو يحتمل كل الارقام يرعى الصاحب والمخوح بين الرجال الاصايل صداقاته فخر دايم تدوم الاجيال واجيال. اي والله ونعم وانا اشهد انه قبيلي من اعز واغلى القبائل كم له مواقف تشرف معه اناني ومحتال المرهبي شخص وافي والله ما له مماثل فيه الطباع الحميده واخلاق بالطيب تنقال. وانا اشهد ان قبيلي من عز واغلى القبائل كم له مواقف تشرف ما هو اناني ومحتال المرهبي شخص وافي والله ما له مماثل فيه الطباع الحميده واخلاق بالطيب تنقال. اعتز بك يا صديقي عبد الله لسان فاضل يوقف معه كل صاحب وقت النوايب والأحمال وانا عرفت مخلق وافي ورجال هاجل وجيدك من افتخر به قدر على راسي والشال الصاحب الجد من سكن علي وما علي هامل الشوم ما له مكانه ولا معه اي رجال الجيدة تلقاه جنبك وقت الفتان والمشاكل والشوم ذيبا يبيعك بالرخص في وقت الاهوال. من اجل هذا وهذا ما ننسى كل الحصايل بمثل عبد الله الجد في داخل القلب ما زال والختم الصلوا لطه ختم الرسل والرسايل طب جامع محمد نبينا وصحبنا ضرار